وانا بتمشى انا وواحد صاحبي لقينا زحمه على مطعم، قلنا نروح نشوف ايه ده. قربنا كده لقيناه مطعم تفويله. ايه ده؟ هو ده بقى تفويله اللي بيقولوا عليه؟ يلا نجربوا حاجة جديدة بالنسبة لي، يعني هي مطعم تقليدي بيقولوا عليه. نروح بقى نشوف المطعم ده يستاهل ولا لا. هو بصراحة أنا عجبني فكرة المطعم وبساطته. فكرة السندوتش إنه عامل لك منيو كامل عبارة عن سندوتشات فقط، مفيش فيها أي افتكاسات، وكمان أسعاره مش غالية إلى حد ما معقولة. يعني أرخص سندوتش عنده ب7 سواء في الحادق أو الحلو، واغلى سندوتش ب20. المنيو عنده مليان انواع واشكال من السندوتشات زي البسطرمه وسوسيس او مشكل جبن، وعنده اختراع اسمه القنبله، تاكله من هنا وبنكرياسك يبوظ من هنا. السندوتش ده عباره عن كل حاجه ليها علاقه بالسكريات، عسل ومربى وشوكولاته واوريو، ده غير الصوصات اللي بيحطها عليه. وكمان بيحط لك من فوق على السندوتش سنيكرز. ما تنساش بقى بعد السندوتش ده حبايه السكر. السندوتش الكميه اللي فيه معقوله، وجوده الخامات اللي بيستخدموها على قد سعر السندوتش، مع مراعاه طبعا ان السندوتش هناك بيبتدي ب7 و8. حابب تاكل حادق زي الجبن واللانشون والتركي، حابب تاكل ميكس برضه هتلاقي. وده بقى الشيف احمد سامي المسؤول هناك عن الاكل، شاب محترم جدا، وهو اللي عمل لنا الاوردرات بنفسه. احنا بقى الاوردر بتاعنا كان عباره عن 3 حادق و2 حلو. واحلى حاجه بقى تاخد اوردرك وتروح تاكل في الجنينه اللي في الدوران في وش المطعم. ومكان المطعم ما يتوه، هو في دوران سموحه، يحوزه من الجهه اليمنى مطعم كرم الشام، ومن الجهه اليسرى بلبن. وبس يا سيدي، لو وصلت معانا لنهايه الفيديو مش هقولك اشترك في القناه او تتابعني، بس لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان ده بيساعدنا نوصل الفيديو لعدد اكبر.